السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل البسبوسة الخطيرة دي. اقسم بالله اول مرة اعمل بسبوسة، وكل اللي دقها عندي فكرها شاريها من بره. ودي عشان الحق يتقال والفضل يعود لصاحبه. دي مش انا اللي عاملاها او مش مقاديري. دي انا خدتها من الشيف ياسمين صالح، شيف الجميله العسل دي. مقاديرها وزي ما هي قالت بالظبط، بس تسمح لي هي ان انا قللت شويه في السكر، وانا هقول لكم هي قالت كام سكر وانا حطيت كام. بس قسما بالله كل اللي دقها بعد كده يقول لي يفكرني شاريها من بره، يعني يفكر دي اللي انا شاريها من بره. وهي قالت ده هي اتعلمتها من المصنع الحلواني، هي كانت شغاله فيه تقريبا او حاجه زي كده، وانا خدت منها. واساسا انا باخد منها الكلام ثقه، ولو ما بتعمل حاجه بعملها بتطلع جميله جدا. ودي طريقتها مش طريقتي، بس والله العظيم طلعت تحفه. ان شاء الله هنقول لكم عملتها ازاي، وتشوفوا المقادير مع بعض والطريقه، وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. والشيف ياسمين تسمح لي بقى ان انا خدت الوصفه بتاعتها وعملتها عندي على القناه. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا. اول حاجه خدت حاجه عشان نسخن فيها المكونات. خدت 150 جرام من الزبده، عليهم 150 جرام من الميه، كمان المفروض 300 جرام سكر، بس انا حطيت 200 جرام بس. انا قلت لكم انا عملت كل حاجه، بس الحاجه الوحيده اللي انا قللتها السكر. هقول هي عملت قد ايه وانا عملت قد ايه. حطيتهم على النار مع بعض لغايه لما ندوب السكر والزبده تدوب مع الميه، وهنقلبها ونسيبها تهدى كده. انا عايزاها بارده، مش عايزاها سخنه نيجي نحطها على السميد. كمان هي حطت عسل نحل، وقالت لو ما عندكيش عسل نحل او عايزه تقللي شويه في المكونات، حطيت اللي هو الشربات بتاعنا العادي، شربات الكنافه العادي، حطيت 50 جرام من الشربات. ونقلبها لغايه لما تندمج السمنه جدا مع السائل. ما تبقاش السمنه طايره كده من فوق، لازم تكون السمنه مندمجه جدا مع السائل مع الميه كده. انا قلبتها حبه كتير، وبعد كده هو تحت ضربها ضربتين بالهاند بلندر عملت بالشكل ده. هنا بقى ده 600 جرام من السميد، حطيت عليهم 50 جرام من جوز الهند. ما عندكيش جوز الهند او مش عايزه حطي 50 جرام تاني من السميد عشان يبقى المجموع 650 جرام من السميد. هنجيبي بقى صينيه وتدهنيها دهنه كويسه بالزبده بالشكل ده، تدهنيها دهنه محترمه زي ما انا عملناها كده بالظبط. هنسيبها على جنب ونجيب بقى كده عشان تبقى جاهزه، عشان اول ما نخلص الخليط نحطه على طول. هنا هناخد الخليط السائل هننزله على السميد، وهتقلبيه بطراطيف الصوابع. والصينيه اللي انا دهنتها دي صينيه مقاس 30. هتغلغلي كده السميد بالسائل اللي احنا عملناه، وهنحطه في الصينيه. نزله بالصينيه وهتسويه بايديكي. دي بسبوسه مش كيكه عشان تنزل تسوى نفسها، لا انتي هتسويها بايديكي. ممكن بقى هنا تبلي ايديكي بحبه لبن وتسوي. انا عملت كده بس ما بانش في التصوير، ما اعرفش نسيت اصور ولا ايه. وغير كده عرفتي تعملي كده ماشي، ما عرفتيش ممكن بالميه، ممكن بالميه تبلي ايديكي ميه وتسوي الصينيه بالشكل ده. لازم تسويها كويس جدا. بصي حتى اللبن باين اهو من فوق الوش. هتخبطيها كده خبطتين وتحطوها على النار سخنه، بس مش قوي، يعني دقيقه قبل ما تحطي عليها الصينيه على طول، درجه حراره
180 درجة. هنا دي نفس الطاسة اللي كنت عاملة فيها الزبدة والسكر والمية، خليتها ما غسلتهاش وحطيت فيها مقدار الشربات اللي هعمله على طول. الشربات هيبقى نص كيلو او نص لتر من المية عليها نص كيلو من السكر. دي مقادير الشيف. مقاديري انا حطيت نص لتر من المية على 400 جرام من السكر. يعني انا قللت كده 100 جرام في الاول و100 جرام دلوقتي. وهنحط عصرة ليمونة ونحطها على نار هادية لغاية لما يعني هي تفضل تغلي كده على النار لغاية لما البسبوسة تطلع. عايزة البسبوسة طالعة من الفرن هتحطيها على الرخامة، هتحطي عليها الشربات على طول، هي سخنة والشربات سخن بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده. واللي انا عملته على وضعها كده غطيتها وسبتها لغايه تاني يوم الصبح. انا كنت عاملاها بالليل، غطيتها وسبتها لغايه تاني يوم الصبح في مكانها كده، ما جيتش ناحيتها، غطيتها بصينيه كبيره وسبتها لغايه تاني يوم الصبح. هي كده هتشرب شربتها وتبقى فله. النهارده الصبح قطعتها وانا بعملها. انا طبعا واثقه في الشيف ياسمين جدا، عملت منها كام حاجه حلوين، بس برضو كنت يعني هنشوف هتحصل فيها ايه. وطلعت بصراحه ربنا طلعت تحفه يعني. والله كان عندي اخويا ودقها وقال لي انا فكرتك شارياها من بره. كده بقى هنطلعها، شوفيها الخرطه بخرطتها تتمسك، ما هيش يعني مفروله ولا اي حاجه، جميله جدا وطريه جدا. بصي جميله 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 وطعمها حكايه. جوز الهند عامله لها طعم وعامله شغل معاها، طعمها جميل جدا يعني. ايه الحمد لله طلعت 100 100. وان شاء الله ان شاء الله هي دي الطريقه اللي هعتمدها على طول في البسبوسه. كده بسبوستي خلصت والله، هرستي خلصت الحمد لله وما باتتش اساسا والحمد لله. وكده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم.